السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. غنقدم لكم الحلقه الاخيره مسلسل الجرح القديم. كما شفنا اصدقائي بان الباتول وكذلك بلال واخا يديروا اللي داروا اصدقائي والو، هاد الجوج ما كيتشدوش نهائيا. الباتول اللي صفاتها الحوريه والو، وكذلك بلال راه عارف بان الباتول هي اللي صفاتها الحوريه وساكت وما هموش الامر. اصدقائي واخا كان كيبكي في الاول، واخا كان كيدير دوك الدموع التماسيح والو، البلان ديالهم هما شنو هو؟ غير ما حوريه تزوجوا هاد الجوج. ومهم اصدقائي في الحلقه الاخيره غادي يكتشفوا بان بلال راه حتى هو اصدقائي مشارك مع الباتول في الموت ديال حوريه، وداكشي كامل اللي كان كيدير راه مجرد خطه. هادو راه دارسين هادشي مال الاول بان حوريه الا ماتت غادي تزوجوا بجوج بهم. حوريه باقا اصدقائي ما دازتش عليها حتى واحد مده، يعني باقا يعني مده قصيره وهما ناضوا تزوجوا، ما همهمش الامر نهائيا. وزائد ان باغيين يديروا لزينب كما داروا اصدقائي الحوريه. زينب هي ما بغاوش انهم يصفيوها ليها لحقاش غادي يعيقوا بيهم، يعني غادي يعيقوا، غادي يقول لهم انتم صفيتوها الحوريه وزدتو تاني لزينب، يعني غادي يشكوا. داكشي علاش هما ما باغينش انهم يديروا ديك الخطه باش يقدروا انهم يدخلوها للحبس. ولكن باتوا الاصدقاء وبلال صدقوا مطورين في هذه القضيه، لان واخا كاع يقولوا لهم انتم السبب غادي يقولوا لهم لا ماشي حنايا، راه راجلها هو اللي حصلها، هو اللي جا، هو اللي لقى نادر معاها في الدار. وغادي اصدقائي يشهدوا، باتول وبلال غاديين يشهدوا. غادي تقول بلال حتى الام ديالها خاصك تشهدي بان نادر راه كيجي وكيدخل عندها وهادي وهادي. المهم الباتول وبلال بطبيعه الحال كما قلت لكم غاديين يشهدوا، غادي يقولوا بان كيشوفوه. لكن الجده هي اصدقائي اللي غادي تشهد ضد، غتقول لهم بان نادر راه غير صديق، مهم كيجي كيعاونها وما كاين حتى شي حاجه بيناتهم. لكن للاسف ما غاديش يصدقوا، لحقاش اصدقائي الهضره ما يمكنش انهم يصدقوا الهضره، غادي يصدقوا داكشي اللي غادي يشوفوا دوك الدلائل كاملين. وكما قلت لكم اصدقائي بان راجلها هو اصدقائي اللي غادي يعرف الحقيقه، لان فاش غادي يمشي وغادي يواجه زينب غادي تقول لي واش دابا انا غادي نقدر انني نديرها. وحتى نادر غادي يقول لي دابا انا نقدر انني نغدرك، ما نقدرش انني نغدرك واخا انت اللي غدرتيني في الاول وديتيها ليا، انا ما نقدرش نغدرك. غادي يقول ليه راه مرتك كانت محتاجه اللي يعاونها وانا كنت في الجنب ديالها، اللي انت كنتي غايب وانت كنتي مباعد عليها. وفعلا غادي يعرف بان نادر ما غاديش يديرها لحقاش عارفوا بانه الصديق ديالو. المهم زينب غادي تقول ليه شوف انت خاصك تمشي وتشوف داكشي بعينيك، وتشوف البات ولاش كدير، وتشوف راني زعما حكيت لك شحال هادي بانهم كانوا بغاو يصفيوها ليا، ودابا لقات الفرصه باش انها تهنى مني وتدخلني للحبس. المهم سليم كما قلت لكم بانه هو اصدقائي اللي غادي يولي مقابل الباتول وبلال. وفعلا غادي يقلب سليم على جميله اصدقائي اللي لقاها فاش كانت بغات تدخل، هي اللي غادي تفكر وما غاديش يمشي يتشاور لا مع الباتول ولا مع بلال، غادي يمشي يقلب عليها هي، لحقاش هي اصدقائي جميله طماعه بزاف كتبغي الفلوس. طبيعه الحال غادي يعطيها واحد المبلغ اللي كتار من داكشي اللي كتعطيها الباتول واللي كيعطيها بلال، غادي يعطيها واحد المبلغ صافي غادي تقر ليه بكلشي. غادي تقول ليه بانني انا راه كانت جابتني بعدا كاينه اول حاجه راني خدمت عندها في الكابيني، وغادي تقول ليه فعلا راه ما كاينه حتى شي حاجه ما بين نادر وما بين مرتك والو، ما كاين حتى شي حاجه، راه كيجي السيد كيدخل عادي وكيخرج ما كاينه حتى شي حاجه، وراه انا اللي مشيت وحطيت دوك الحوايج تما كاينه في الدار، وراه انا اللي درت وانا اللي فعلت وانا اللي كنت كنرش ليه داك السحور وانا. المهم صافي اصدقائي غادي تحكي ليه كلشي، وهو اصدقائي اللي غادي يجيب جميله وغادي يديها عند البوليس وغادي تحكي لهم الحقيقه، وغادي تحكي لهم بان هي راه كانت مصيفطه غير الباتول. والمهم اصدقائي صافي سالم هنايا فاش غادي تخرج زينب يعني راه غادي يبقى مزيان، حيت سالم كما قلت لكم ما عمرنا شفنا منه شي حاجه خايبه، يعني هو راه ما دار حتى شي حاجه. واخا ان زينب هي اللي بغات تفارق معاه لحقاش زينب اصدقائي اصلا هي ما كانت كتفكر حتى في شي واحد، راه حتى نادر غير مؤخرا بدات كتفكر فيه وبدات كتقول لي كنبغيك. راجله شحال هادي راه بحال كان عايش معاها غير هكاك راه بلا روح، هي العقل ديالها وهو انتقام وهي انها تجيب الحق ديالها. يعني سليم راه ماشي شي انسان شرير، والحاجه اللي دار الغلط اللي دار وهي ان كان سبق نادر وكان مشى تزوج بزينب، ولكن فاش تزوج بزينب راه ما كانتش هي كتبغي نادر ديك الساعات، حيت لو كانت كتبغي نادر راه بطبيعه الحال ما غاديش توافق اصدقائي على سليم. صافي اصدقائي هنا غادي نشوفوا بان نادر بعدا كي وسليم غادي نتصالحوا، يعني ديك الصحبه ديالهم ديال شحال هادي غادي نتصالحوا، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش يرجعوا يبقاو اصدقاء. صافي اصدقائي سالم هو اصلا الخدمه ديالو كيمشي كيغيب، كيمشي السيد كيسافر
بالشهر وبهادي صافي غادي يمشي السيد يديها في الخدمه ديالو، ونادر اصدقائي راه في الاخير غادي يتزوج بزينب. ولكن قبل هذا الشيء راه غادي نلقاو اصدقائي بان البتول هي اللي سمات حوريه، لان الام ديالها امها اصدقائي اللي ديما كتستر عليها وديما كتقول لهم بنتي ما غديرش بنتي ما كديرش، هي اصدقائي اللي غادي تشهد في الضد ديالها، وغادي تعطيهم، غادي تلقى داك السم اللي كانت كتكب اصدقائي الحوريه فاش كانت كتشرب، وغادي يمشيو يديروا التحليل اصدقائي لداك السم اللي لقاو في المهم في حوريه داكشي اللي كانت، وغادي يطابقوا مع السم اللي غادي يلقاو عند البتول، غادي يلقاو بحال بحال، غادي يشدوا اصدقائي يعني بتهمه انها صفات الحوريه، وبتهم بزاف يعني تهمه ان الاختطاف ديال الاولاد، تهمه اصدقائي ديال شعواده، تهمات بزاف اللي عندها السيده غادي تغرق حتى الودنين. وبطبيعه الحال حتى بلال اصدقائي، بلال راه غادي يكون مشارك معاه في اي حاجه كدير البتول، حتى فاش صفات الحوريه بلال كان عارف وكان فاهم وكان كيوقف معاها وكان كيساندها في اي حاجه، وكانت كتعطيه الفلوس. وهاد جوج اصدقائي المصير ديالهم هو الحبس. وبالنسبه لبنتها شاديه، شاديه اصدقائي غادي تعاود عمليه تجميل، لحقاش كما قال لها الطبيب قال لها من دابا واحد 5 سنين يمكن لك انك تعاوديها، غتعاودها وغادي تنجح ليها، وغادي ترجع شاديه ديال شحال هادي. وبالنسبه لصديقائي التهامي حتى هو غادي يدير العمليه وغادي تنجح ليه، وغادي يبدا يشوف يعني الوقيت اصدقائي اللي غادي يشوف التهامي راه غادي يشوف شاديه بالوجه ديالها، وما غاديش يكون فيها داك التشوه، لان شاديه الا بقات بداك التشوه ديما غادي تقول بان التهامي كيشوف فيها شي ناقصه، وهذا الشيء ما غاديش بطبيعه الحال يكمل لهم العلاقه ديالهم. وبالنسبه لصديقائي الهاشم، هاشم اصدقائي حتى هو، هاشم فعلا غادي يرجع كيف ما كان في الاول، ولكن ماشي كيف ما كان، حيت في الاول كان واحد الانسان في شكال، كان واحد الانسان صعيب ما كانش كيعاون، كان حتى هو طماع باغي الفلوس، ولكن غير غادي يرجع انه يقف على رجليه وغادي يعاود اصدقائي من الاول، ولكن غادي تبدل كليا، الدار ديالهم راه غادي ترجع ليهم. وبالنسبه لصديقائي الاولاد ديال الحوريه راه زينب هي اللي غادي تقابلهم، ما غاديش تخليهم في ديك الدار، المهم غادي يجيو يشوفوا جداتهم، ولكن هي اللي غادي تقابلهم، لان الاخت ديالها حوريه طلبات منها قالت لها عافاك قابلي لي ولادي. وكذلك ياقوت في الاخير غادي تحمل تاني، وغادي يفرح اصدقائي الهاشم. ومهم كاملين بهم راه غادي تجمعوا في الحلقه الاخيره في الفيلا ديال زينب، غادي يكونوا كاملين اصدقائي. راشد اصدقائي غادي يتبدل، ولكن غادي يبقى مع ايمان حتى هي خاصها تبدل، ما غاديش تبقى ديك المراه المتسلطه، ديك المراه اللي كتفرض الشخصيه ديالها، اللي كتضرب راجلها، ما غاديش تبقى بحال هكاك، لحقاش غادي يولي السيد يوقفها عند الحد ديالها، كل واحد ما غاديش يتجاوز الحدود ديالو على الاخر. والمهم اصدقائي غادي تكون واحد النهايه اللي هي جميله بزاف، والاشرار ما غاديش يبقاو. والمهم اصدقائي اللي عنده احدى توقعات خليهم لنا في التعاليق، ما تنسونيش بلي لايك، زيدوا شجعوني كثر وكثر، وبسلام عليكم.